شو بنحكي؟ طعم الأكل لذيذ ولا نكهة الأكل هي اللذيذة؟ يعني الصح نحكي طعم تيست ولا فليفر النكهة؟ شو الفرق علميا وعصبيا؟ التيست أو الطعم هو أشياء محدودة، الحلو الحامض المالح والمر، وهي بنحسها عن طريق مستقبلات الطعم على اللسان. في عنا النكهة اللي هي الفليفر، هي شيء مختلف تماما. النكهة بتنشأ عن الإدراك الموحد نتيجة تفاعل الأحاسيس مع بعضهم البعض. يعني النكهة مش طعم بس، هي طعم زائد شم زائد إحساس الأكل بالفم زائد التجربة اللي احنا عايشينها. عشان هيك طعم الأكل بيختلف من مكان لمكان، ونكهة الأكل بتتأثر بمزاجنا. لما نكون مبسوطين ومروقين الأكل بيكون ممتع، وأحيانا لما نكون منكدين نفس الأكل نكهته بتكون سيئة. وبالتالي اللي بنعيشه مش إحساس واحد، وإنما هي تجربة إدراكية متكاملة منشأها المستقبلات بتمر عبر مسارات عصبية وبتوصل للقشرة الحسية في الدماغ، وبعدين بتطلع بتتعالج وتتخزن في الذاكرة. أنا الدكتور بلال جبر، أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب، وهذه معلومة طبية قد تهمك.